مساء الخير. في الفيديو ده هتكلم عن البادي موفمنت. بفرد دراعي، اتنيه، الف رقبتي، اميلها، كل ده اسمه ايه بالاناتوميكال تيرمز. خلينا نبدا باول موفمنت وهي الفليكشن. يعني ايه كلمه فليكشن؟ فليكشن يعني انا عندي تو جوينت بقلل الزاويه اللي ما بينهم. طيب لو هشرح الكلام ده على الشولدر، فليكشن في الشولدر يعني انا برفع دراعي لحد فوق، كل المدى ده اسمه فليكشن. لو هنتخيل ان في لاين كده ماشي موازي للجسم وده خط مستقيم، فنقول مثلا ان الزاويه دي كده 180. طيب انا عملت فليكشن فانا كده قللت الزاويه عن 180، انا كده بطلع 70 80 60، فانا كده عملت فليكشن، انا كده قللت الانجل بتاعه الجوينت. طيب لو هندي مثال بالنك، لو انا هشرح الفليكشن عن النك، فليكشن في النك يعني انا بتني رقبتي لقدام، انا كده بقلل الزاويه عن الزاويه الطبيعيه، فده اسمه فليكشن. لو هنتكلم عن الفليكشن في الهيب، فالفليكشن في الهيب اهو، يبقى انا كده شايفين انا بقرب الجوينتس من بعضها، فانا كده بقلل الانجل. ولو هنتكلم عن الني فهي نفس الكلام، انا لما بتني ركبتي هو ده الفليكشن، انا قللت الزاويه، قربت الجوينتس من بعضها. نتكلم عن الالبو فنفس النظام، انا لما بعمل كده ده اسمه البو فليكشن، قللت الانجل. نتكلم عن الريست، ده ريست فليكشن. ولو هتكلم عن الترانك فان انا اوطي لقدام، ده اسمه ترانك فليكشن. لو عن الفقرات فانا وانا بوطي لتحت الفقرات برضو بتنزل معايا لقدام، فده اسمه سباين فليكشن. عكس الفليكشن ترم اسمه اكستنشن. في الاكستنشن انا بزود الزاويه ما بين التو جوينت. فليكشن انا كنت بقللها. في الشولدر فليكشن انا كنت بعمل كده، كنت بقرب التو جوينتس من بعض. في الاكستنشن انا برجع دراعي كله لورا، فانا كده بزود الانجل لورا. يعني انا لما برجع دراعي كده لورا في اكستنشن انا زودت الانجل عن 180، انا كده بقيت 200 210 وهكذا، فانا كده بزود الانجل. في النك ده النك فليكشن، ولما ارجع راسي لورا ده اسمه نك اكستنشن. في الالبو كده الالبو فليكشن، لما بعمل الموفمنت العكس افرد دراعي انا كده بعمل البو اكستنشن. لما ارجع الريست بتاعي لورا برجعه لورا كده، ده اسمه ريست اكستنشن. بتنيه لقدام ده اسمه ريست فليكشن. ونفس النظام في الصوابع، لما بتني صوابعي كده ده اسمه فينجر فليكشن، لما بفردها كده اكستنشن. الترانك لما بتني لقدام اسمه ترانك فليكشن، لما برجع لورا اسمه ترانك اكستنشن. الني لما بتني الني ده اسمه ني فليكشن، لما بفردها اسمه ني اكستنشن. الهيب لما برفع رجلي لفوق ده اسمه هيب فليكشن، هرجعها لورا اسمها هيب اكستنشن. بالنسبه للانكل بقى هو نفس الفكره، بس هنا احنا بنسمي الفليكشن والاكستنشن بتاعه بتو ديفينيشن مختلفين. نفس النظام، انا لما باخد صوابعي عليا بعمل كده ده اسمه انكل فليكشن، ولما برجعها لورا اسمها انكل اكستنشن. بس هنا انا ما بقولش فليكشن واكستنشن، انا بسمي الفليكشن دورسي فليكشن، ولما برجعها لتحت اسمها بلانتر فليكشن. يبقى انا عندي الموفمنت دي دورسي فليكشن وتحت بلانتر فليكشن. تاني موفمنت وعكسها معانا وهي الابدكشن والادكشن. الابدكشن بالبي والادكشن 2 دي. يعني ايه ابدكشن؟ يعني انا ببعد عن الجسم. ابدكشن انا بحرك الشولدر بتاعي بعيد، بحرك رجليا بعيد، ده كده اسمه ابدكشن، انا ببعد عن الميديال لاين بتاعي. الادكشن انا بقرب لجسمي، بقرب للميديال لاين، بضم جسمي على بعضه، بضم رجليا، ده كل ده اسمه ايه؟ ادكشن. بعد كده عندنا موفمنت اسمها internal روتيشن واكسترنال روتيشن. internal روتيشن يعني انا بلف لجوه. الانترنال روتيشن والاكسترنال روتيشن بيبقوا على مستوى الابر ليم واللور ليم. internal روتيشن في الابر ليم يعني انا بلف دراعي كده لجوه، في اللور ليم بلف رجليا لجوه. طب والاكسترنال روتيشن بلف لبره ورجليا نفس النظام بلفها لبره. طيب على مستوى الترانك وعلى مستوى النك انا ما بعملش انترنال واكسترنال، انا اما بلف كده او بلف كده او بلف رقبتي يمين او شمال، فده اسمه على طول روتيشن. روتيشن تورد الدايركشن اللي انا رايحه له سواء رايت او ليفت. بعد كده عندنا كمان موفمنت مشتركه في الترانك وفي السيرفايكل وهي اللاترال بيندنج او السايد بيندنج. السايد بيندنج يعني انا بحرك رقبتي بميلها كده سواء تورد اليمين او تورد الليفت. والترانك سواء انا بميل يمين او بميل شمال، ده كده اسمه lateral bending. احنا كده خلصنا الموفمنت بتاعت السيرفايكل، فليكشن اكستنشن روتيشن رايت ليفت وسايد بيندنج رايت وسايد بيندنج ليفت. طيب نيجي للشولدر في كام موفمنت سبيسيفيكلي. اول حاجه عندنا اسمها البروتراكشن. بروتراكشن يعني انا بطلع كتافي لقدام، امد اجيب حاجه من قدام، ده كده اسمه بروتراكشن. على عكسها موفمنت اسمها ريتراكشن. ريتراكشن يعني انا بضم كتافي كلها لورا، برجعها لورا، ده كده اسمه ريتراكشن، ان انا احرك كتافي لقدام اسمها بروتراكشن.
طيب لو عايزه ارفع كتافي لفوق، الموفمنت دي اسمها elevation، برفع كتافي لفوق. طيب بنزلها لتحت بسحبها لتحت اسمه depression. بعد كده عندنا موفمنت في الشولدر اسمها horizontal adduction. horizontal adduction بالشكل ده. احنا عارفين ان الادكشن ان انا بقرب الطرف بتاعي مني، بقرب الحاجه مني. نفس النظام هوريزونتال انا بس بتحرك في الدايجونال ده، بس ادكشن انا بروح ناحيتي، بقرب مني. طيب لو انا بعمل كده ده اسمه هوريزونتال ابدكشن. هوريزونتال ابدكشن انا ببعد بعيد عن جسمي، بقرب منه، اسمه هوريزونتال ابدكشن. اخر حاجه في الشولدر موفمنت كلنا بنعملها لما نكون كده متنشنين هي السيركمدكشن، ان انا بلف كتافي كده بالشكل ده بشكل دايره، ده اسمه السيركمدكشن. بعد كده في موفمنت سبيسيفيك للقلب. احنا قلنا في الشولدر انترنال روتيشن واكسترنال روتيشن. طيب في القلبو انا عشان احرك القلبو لازم اكون عامله قلبو فليكشن 90، يعني انا الزاويه بتاعتي 90 درجه وبلفه يا اما كده يا اما كده. الموفمنت دي اسمها برونيشن وكده اسمها سوباينيشن. لما يكون البالم بتاعي ده اسمه البالم، لما يكون البالم باصص ناحيه السقف كده اسمه سوباينيشن، لما يكون البالم باصص ناحيه الارض ده كده اسمه برونيشن. بعد كده عندنا في الريست حاجه اسمها radial deviation والنر deviation. deviation يعني انا بحرك الريست بتاعي كده وكده. امتى بقول عليه راديال وامتى بقول عليه النر؟ بقول عليه راديال لما انا بتحرك ناحيه الراديوس، يبقى انا كده اسمه radial deviation. هذه الراديوس فانا بتحرك ناحيتها فده اسمه radial deviation. طيب والالنر انا كده اهو ناحيه الالنر اسمه النر deviation. طيب في الفينجر لما ببعد صوابعي عن بعضها اسمها finger abduction، لما بقربها من بعضها اسمها finger adduction. واخر حاجه انا عندي في الصنب لما بعمل الحركه دي اسمها opposition. اخر موفمنت معانا النهارده وهي موفمنت الانفيرجن والايفيرجن. الانفيرجن يعني انا بلف الانكل بتاعي كده، يبقى واقف على طرف رجليه اللي من بره، كده اسمه انفيرجن. طيب لو هو واقف على مشط رجليه من جوه اسمه ايفيرجن. يبقى لو انا عامله رجليا كده اسمها انفيرجن، لو انا عامله كده اسمها ايفيرجن. ايفيرجن يعني انا رجليا من بره من اللاترال كده مكشوفه، انا لفه رجليا لجوه، ده اسمه ايفيرجن. كده انا خلصت، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.